في الفيديو ده هنتكلم عن ألعاب أطفال لقيوا جواها حاجات مرعبة، وكمان كان في حاجات متعلقة بالسحر، وكمان كان في رسائل استغاثة جوه الألعاب. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك علشان ده بيفرق في الفيديو. في سنة 2014 أم راحت لمتجر علشان تجيب لعبة لبنتها. اللعبة كان اسمها العصا الشريرة، وفعلا جابتها وادتها لبنتها، والبنت كانت مبسوطة جدا باللعبة. وبعد فترة فضول البنت زاد، وحاولت إن هي تشوف إيه اللي جوه اللعبة، فشالت الاستيكر اللي موجود على العصاية اللي كان بيدي انعكاس زي المراية، فاكتشفت إن في صورة لبنت كانت بتأذي نفسها، أو بمعنى أصح كانت بتقطع نفسها بالسكينة. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the foil to find this image of a girl cutting herself inside. فالأم اعتقدت إن ممكن تكون اللي في اللعبة دي حالة فردية، يعني مش كل الألعاب هيكون فيها نفس المشكلة. وقالت كمان اللي ممكن اللي عمل كده موظف داخل الشركة، وكان عايز يخوف الأطفال مش أكتر. بس لما قدمت بلاغ للشرطة فراحوا واكتشفوا إن كل الألعاب اللي موجودة جوه المتجر فيها نفس الصورة بالظبط. وده طبعا كان شيء مرعب وغريب في نفس الوقت، لأن دي ألعاب أطفال، ليه يحطوا فيها صورة بالبشاعة دي؟ بس الأغرب واللي عليه علامات استفهام كتير هو صاحب المتجر، لأن كلامه غير منطقي وأنا صراحة ما كنتش فاهمه. Name on it, it says evil stick. So from the name, I would, if I'm buying it for my kid, and I have a lot of kids, and I have young ones, I would inspect it before I even give it to for a 5, 6, 7, 10 years old. I mean, they see that on TV every day. صاحب المحل بيقول إن اللعبة اسمها العصاية الشريرة، ولازما الأم تعرف إن ممكن تلاقي جوه العصاية دي أي مشكلة، وبعدين إن الأطفال بيشوفوا الحاجات دي في التلفزيون عادي وكمان عارفين بيها، يعني مش حاجة مرعبة إن هو تتحط جوه ألعاب أطفال. أنت مستوعب صاحب المتجر بيقول إيه؟ وشايف إن الأطفال اللي فوق ال5 سنين عادي إن هم يلعبوا بالألعاب دي. كلنا أكيد نعرف لعبة باربي لأن هي مشهورة ولقت رواج كتير في العالم بتاعنا. وباربي تم صناعتها في الستينيات، ومع مرور الوقت شكلها كان بيتغير كل مرة عن الجيل اللي قبله لحد ما وصلت للشكل المتعارف عليه حاليا. بس تعرف إن هم أصدروا نسخة من الباربي وسموها باربي المتجسسة؟ في سنة 2010 صدرت لعبة باربي المتجسسة، وليه سموها كده؟ علشان كان عندها مميزات غير باربي اللي احنا عارفينها. والمميزة بتاعتها المختلفة عن بقية الألعاب إن هي عندها كاميرا بتكون موجودة في السلسلة اللي موجودة على صدرها، والهدف منها إن هي الأطفال يتصوروا بيها ويلعبوا عادي، وفي شاشة وراها بتبين الصور اللي الأطفال بتاخدها. في نظرية انتشرت بعدها إن اللعبة دي ما كانتش معمولة كده وخلاص، وإن اللعبة دي معمولة أصلا علشان التجسس. وجابوا كمان أدلة علشان يأكدوا النظرية دي، وقالوا إن الشخص أول ما بيدوس زر التصوير الكاميرا بتطلع ضوء أحمر علشان تبين إن الكاميرا شغالة. بس الغريب إن الأهالي أكدوا إن الكاميرا كانت بتشتغل لوحدها. عرفوا منين؟ لأن هي كانت بتطلع الضوء الأحمر في أوقات عشوائية، وكانوا بيقولوا إن ما كانش أي حد بيستخدمها، وكانت مركونة على جنب. والأهالي بيأكدوا إن الكاميرا بتشتغل لوحدها من خلال الطريقة دي، ومن هنا تأكدوا إن الكاميرا بتشتغل لوحدها علشان تكون مصدر تجسس. وطبعا الكاميرا ما بتشتغلش لوحدها، في جهة خفية هي اللي بتتحكم في الكاميرا، وده اللي خلى الناس كلها ترمي الدمية ومحدش اشتراها، ومن بعدها الدمية اختفت من الأسواق تماما. بس الغريب إن كان مكتوب على علبة باربي من بره إن هي دايما بتشاهد ودايما بتسمع، وده كأنهم بيأكدوا على النظرية اللي اتقالت عليها. وفي سنة 2015 في واحدة جابت لبنتها لبس من محل في أمريكا، ولما وصلت البيت ادت بنتها اللبس علشان تقيسه، فبنتها اكتشفت ان اللبس موجود فيه رسالة استغاثة، والرسالة مكتوب فيها ساعدوني أرجوكم. وعلى الناحية التانية من الورقة مكتوب اسم مي آن، وعلى الجانب التاني في اسم مي آن وفي رقم تليفون، ومكتوب تحت خالص ان مكان الإقامة في الفلبين، مع العلم ان الملابس اللي اشتريتها تم صناعتها في الفلبين. وده لو بيدل ان العمال اللي كانوا شغالين في المصنع كانوا بيمروا بظروف صعبة، وقرروا ان هم يستنجدوا من خلال الرسالة دي. ولما انتشرت الرسالة دي ناس كتيرة أكدوا ان لقيوا رسائل مشابهة ليها، وناس تانية قالوا ان حاولوا يتواصلوا مع الرقم اللي مكتوب لكن معرفوش. وكان في رسائل تانية بيكون فيها وصف أكتر، وكانوا بيوصفوا فيها صعوبة المعيشة
وعن إن هم إزاي بيكونوا مضطهدين من صحاب المصنع، وإن هم ما بياخدوش أجرهم كامل. وكمان بيقولوا إن كانوا بيشتغلوا ساعات متواصلة وصاحب المصنع ما كانش بيديهم أي راحة، والأجر بتاعهم ما كانش بيكفي عائلتهم ولا حتى بيكفي أكل بتاعهم. ولما تواصلوا مع صاحب المصنع اللي بيجيبوا منه اللبس، أكد لهم إن مفيش أي حاجة من دي بتحصل، بس كان ساعتها الموضوع منتشر، يعني لو حب يداري عن أي موضوع كان بيحصل له هيقدر يداريه. ولحد دلوقتي محدش يعرف مين صاحب الرسالة. في سنة 2011 واحد عرض دمية على اي باي، وكتب في الوصف بتاعها إن الدمية بقالها أكتر من 130 سنة. ففي بنت كانت بتحب تاخد الحاجات الأثرية، ودخلت وتواصلت معاه واشتريتها منه. اكتشفت إن فيها حاجات غريبة، ولما الدمية وصلت للبنت قالت إن أنا أول ما مسكتها حسيت بشعور مريب وما كنتش مرتاحة. ولما مسكت الدمية وضغطت عليها ما لقيتش الدمية ناعمة زي ما احنا عارفين، أو زي ما احنا بندوس على أي دمية بنلاقيها ناعمة عشان بيكون فيها قطن أو فوم أو حاجات زي كده. ولما مسكت الدمية وضغطت عليها لقيت إن فيها حاجات ناشفة مش زي أي ملمس دمية طبيعي. ولما فتحت الدمية لقيت جواها أوراق ومسامير، وما كانتش فاهمة الأوراق دي بتقول إيه، وقالت الورق كان مكتوب فيه كلام باللغة الأسبانية، بس ما كانتش عارفة تقراه لأن الخط كان غريب. فالبنت ما ادتش الموضوع أهمية وحاولت تكمل يومها عادي. بس مع مرور الأيام البنت لاحظت حاجات غريبة بتحصل في بيتها. قالت لما كنت بقعد في الدور الأرضي كنت بسمع إن بيكون في حركة جامدة جدا في الدور العلوي، وده بيكون غير طبيعي لأن أنا عايشة في البيت لوحدي. وكمان لما كنت أطلع من البيت وأقفله كويس جدا بالمفتاح أرجع ولاقي بيبان البيت كله مفتحة، وده برضه بيكون غريب جدا لأن مفيش أي حد معاه نسخة تانية من المفاتيح، وأنا بكون متأكدة إن أنا بقفل البيت كويس جدا لأن دي عادة عندي وأنا مستحيل أغيرها. وقالت أحيانا أصحى من النوم ألاقي الدمية نايمة جنبي، وأوقات كمان أحط الدمية في حتة وأكون متأكدة إن أنا حطها في حتة معينة، أصحى من النوم ألاقيها في مكان تاني. وقالت إن أنا كنت بعاني من كوابيس شديدة جدا، فاتأكدت إن الدمية دي فيها حاجة مرعبة، فحاولت تتواصل مع اللي بعلها الدمية علشان تعرف إيه هي مشكلتها أو هو جابها من فين. فبعد مماطلة كبيرة من البائع قال لها إن الدمية فعلا فيها شيء مرعب وأنا ما كنتش فاهمه، وأنا كان بيحصل لي نفس اللي بيحصل معاكي. ولما بحثت في الموضوع اكتشفت إن الدمية كان مكتوب عليها سحر من سحر الفودو، والسحر كان شديد جدا، وانا ما كانش ينفع ارمي الدمية علشان كل ما افكر ارميها الدمية كانت بترجع لي تاني بطريقة ابشع من الاول. والطريقة الوحيدة ان انا اتخلص منها ان انا ابيعها لشخص تاني او اهديها لاي شخص. وسحر الفودو بيتعمل علشان يأذي الشخص اللي معمول له السحر، والدمية بتكون عبارة عن جسد الشخص، فاي اذية بتحصل للدمية بتحصل للشخص. ومن هنا بيبدأ الساحر ان هو يأذي الدمية علشان يأذي الشخص اللي معمول له السحر. ففكرت إن هي ترجع له الدمية من تاني، لكن هي ما تعرفش طريقه ولا تعرف عنوانه، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتتواصل بيها عن طريق الموقع. فبعدها نزلت منشور على ريدت وبتحكي فيه القصة بالتفصيل اللي أنا قلتها لكم. ففي ناس قالوا لها إن أنت ممكن ترميها في البحر وأنت كده تتخلصي منها، وناس تانية قال لها أنت لازم تدفنيها في المقابر. فتعليقات كتيرة كانت بتوصل لها، وكمان اقتراحات من ناس هي ما تعرفهمش، وناس كتيرة اتدخلوا وقالوا احنا ممكن نساعدك بطريقة مباشرة. بس الغريبة ان هي ما ردتش على اي حاجة من التعليقات دي، لان من ساعة ما نزلت المنشور وهي اختفت تماما من على ريدت. وللأسف لحد دلوقتي ما نعرفش القصة بتاعتها انتهت بإيه. ولهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.